وتميم الداري. يعني تميم الداري انتم تعرفون تميم هو صاحب، هو من لقي الجساسة وقص حديث الجساسة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرجل فلسطيني وكان راهب في فلسطين نصراني، فحصل على أجرين، أجر النصرانية وأجر الإسلام، أسلم. تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب حديث أبي رقية بن عبس الداري الدين النصيحة مع مشهور، وحديث الجساسة. تميم بن أوس الداري اللخمي هو من لقي الجساسة واشتهر بها، كان راهب الأمة، يسمى راهب الأمة لأنه كان راهب في وعابد من عباد أهل فلسطين، وأول من أسرج السراج في المسجد. يعني هو أول صاحب فكرة أول إضاءة المسجد، إنارة المسجد. يعني قبل تميم لم ينور المسجد. طبعا هذه فضيلة، سبحانه، فضيلة كبيرة يعني. وهو أول من أسرج في المسجد، يعني أشعل السرج يعني. وهو ممن حصل على الأجرين. كان نصرانيا، ولد بفلسطين، توفي سنة 40 هجرية، ودفن في فلسطين أيضا في بيت جبرين في الخليل. اشتهر بكثرة العبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن. عابد، راهب الأمة يسمونه، عابد. يعني هو حقيقة أعجبني أكثر كل هؤلاء، ولهذا أنا ركزت على، وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. معنى تميم، إيش معنى تميم؟ التميم يعني كامل خلقا وخلقا، كامل يعني حقيقة، وهي بصيغة المبالغة. حديث الجساسة في صحيح سنن أبي داود هو رواه، وهو اشتهر بهذا الحديث، وأيضا في صحيح الجامع هو اشتهر أيضا رضي الله عنه بهذا الحديث.